شعار البرنامج التكتل ببن عروس تنمية محلية لتحقيق العدالة الاجتماعية. باش نقدم لكم تقديم صغير لبدايتنا وننطلق بتحديد المحاور الكبيرة اللي حاولنا نخدم عليها هذا البرنامج الجهوي. بن عروس هي قطب سكاني كبير، قطب صناعي من أبرز الأقطاب الصناعية في البلاد، تضم أهم ميناء تجاري في الجمهورية التونسية وهو ميناء رادس، وأكبر سوق لترويج المواد الفلاحية بالجملة ببلد قصعة. بن عروس هي مخزون ثقافي وحضاري وطبيعي كبير ماهوش معروف للأسف. نجم نذكر على سبيل الذكر للحصر الآثار الرومانية بمنطقة غوزنا، القصر الحسيني بالمحمدية، محمية بوقرنين، عيون المياه الاستشفائية وإلى غيره. ولأن البرنامج الانتخابي لحزب التكتل جعل من التنمية الجهوية والمحلية أولوية من الأولويات الأكيدة كأولى استحقاقات ثورة العدالة الاجتماعية، من أجل النهوض بالجهات الداخلية ودعم حماية الطبقات الضعيفة والمتوسطة وبعض المشاريع التنموية وخلق مواطن الشغل والحفاظ على حقوق العمال والعمل وعلى إعادة التوزيع العادل وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمواطنات. فإن حزب التكتل بدائرة بن عروس يتقدم بحلول جذرية وفعالة من شأنها أن تعيد إلى المنطقة إشعاعها ومكانتها في الاقتصاد الوطني، وتساهم خاصة في توفير ظروف العيش الكريم لكل متساكنيها ومتساكناتها، وتؤسس لمنوال تنموي جهوي جديد أساسه العدالة الاجتماعية. قسمنا برنامجنا الجهوي إلى قطاعات، ونبدأ بالقطاع البيئي. تحديد الآليات الموجودة لمعالجة ظاهرة التلوث الصناعي الذي تشكو منه جهتنا، والتي أضرت بالأحياء المحيطة بالمناطق الصناعية وتسببت في تلوث الشريط الساحلي الممتد من معتمدية رادس إلى معتمدية برج الصقرية وما يقارب 20 كيلومتر. القطاع الاجتماعي والصحي وضع برنامج إعادة تهيئة وتصريف مياه الأمطار وشبكات التطهير والطرقات بالأحياء الشعبية والمناطق الريفية، وإحداث هيكل جهوي يعنى بالتصرف في الفواضل المنزلية وتوفير الخدمات الاجتماعية والإدارية التي تشمل صندوق التأمين عن المرض وصندوق الوطني للحيطة الاجتماعية وصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبريد والخباطة وشركة توزيع الماء والكهرباء. القطاع الفلاحي تهيئة وتوسيع المناطق الصقوية وتكثيف خاصة المسالك الفلاحية في المناطق الريفية، إلى جانب بعض مشاريع للصناعات الغذائية، مثال ذلك وحدة لتجفيف الخضار والغلال مع إمكانية تطوير الفلاحة البيولوجية في سهور مرناك. القطاع التربوي التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي بالجهة وبين ما يتطلبه سوق الشغل بالمنطقة، حيث توجد 3 مؤسسات جامعية تقدر طاقة استيعابها ب 12,000 طالب، إلى جانب محضرة المؤسسات برادس التي تساهم في التشجيع والإحاطة بالباعثين الشبان، إلى جانب أيضا تواجد 7 مراكز للتكوين المهني التي تضم ما يزيد عن 6,000 متكون. القطاع السياحي وما نستغربوش على خاطر بن عروس فيها سياحة وفيها آفاق سياحية كبيرة. استغلال المخزون الثقافي والأثري والطبيعي لتطوير قطاع السياحة، وذلك بتطوير السياحة الثقافية والبيئية والاستشفائية والعائلية، واستغلال كل هذه المناطق التي يقوم بذكرها الآثار الرومانية في منطقة غوزنا، القصر الحسيني بالمحمدية، محمية بوقرنين، عيون المياه الاستشفائية، غابة كبير البي بحمام الشط، منتزه فرحات حشاد وكنا نعرفوا الحالة اللي آلت إليه توا. القطاع الثقافي ما يلزمناش ننساو القطاع الثقافي اللي هو هام برشا وهو هام وناقص برشا في ولاية بن عروس. دعم تواجد دور الشباب والثقافة اللي تهمشت برشا في المدة الأخيرة، ونوادي الأطفال ونوادي البحث العلمي في كل المعتمديات بدون أي إقصاء وبدون أي تهميش لأي معتمدية، وخاصة المناطق الريفية، وذلك لتأطير الأطفال والشباب والابتعاد بهم عن كل أخطار الانحرافات الاجتماعية، وبعض مهرجانات جهوية منتظمة خلال